قلت له مين ده؟ مين ده يا ولا؟ مين ده يا فارس؟ قال لي ده عادل صاحبي. قلت له أيوة، يعني على أساس إيه جايبه؟ قال جاي يشتغل معايا وكده وضمانتي وأمين وراجل وكل حاجة. قلت له طب هو صاحبك إزاي؟ هو يعني داخل في 35 ولا حاجة وإنت لسه 20 وكده؟ قال لي عادي يا خالتي، هو الواحد يعني بيصاحب الناس بسنها؟ قلت له المفروض يعني. قال لي لا مش لازم. شوية واللي كان بيحصل ما بيني وما بين فارس ابن أختي بقى بيحصل ما بيني وما بين عادل هو كمان. وأنا كنت بعمل كل واحد لوحده كده من غير التاني ما يعرف أنا بعمل إيه ومع مين. وفي النهاية خالص زي ما تقولوا كده، أنا الصراحة اتبسطت مع الاتنين وكنت طايرة من السعادة بسبب اللي بيحصل ده، وحسيت فعلا إن أنا مبسوطة وسعيدة إني بتعامل معاهم هما الاتنين. إيه اللي جرى؟ وإيه اللي حصل؟ ده اللي هقول لكم عليه، بس في البداية ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. اسمي نعمة وعندي 44 سنة. حكايتي ابتدت لما اتجوزت من سنين طويلة، من أكتر من 20 سنة، من جوزي اللي أكبر مني بحوالي 20 سنة هو كمان. كنت وقتها لسه صغيرة، كان عندي 20 وهو عنده حاجة و40. والمهم إني ما كنتش بقول لأ على حاجة لأهلي، وحالته المادية كانت فوق، وكان راجل عنده زي ما تقولوا كده أملاك وحاجات حلوة، ومتأخر في الجواز لأنه كان مسافر بره وبيكون نفسه الأول. فعلا عمل مشروع كبير، محل جملة للهدوم، وأنا بدأت أشتغل معاه واحدة واحدة. هو حبني جدا لأني كنت جميلة وشيك، فقرر يخليني أعمل كل اللي أنا عايزاه. ما خلفتش لأنه ما كانش بيخلف، وأنا ما زعلتش ومرضتش أطلق. كنت عايشة مرتاحة وفلوسي كتير، فعايشين في مدينة حلوة جدا. كنت بالنسبة لأهلي الفرخة اللي بتبيض دهب، بديهم كل الفلوس اللي عايزينها، وفاتحة لأبويا مشروع يشتغل منه هما وإخواتي. السنين عدت بسرعة وجوزي كان بيعلمني كل حاجة في الشغل، ويقولي عشان لو جرالي حاجة تبقي تعرفي كل حاجة. وجاب محامي وكتب لي كل حاجة بيع وشراء، لأنه ما كانش عايز قرايبي يورثوا فينا. وفعلا بعد فترة تعب وتوفانا الله، كل حاجة بقت بتاعتي، البيوت، العمارتين، المحل، والبيت اللي أنا عايشة فيه. قرايبه زعلوا فادتهم جزء من الميراث علشان ما يعملوش مشاكل. وفي يوم كنت بتكلم أختي الكبيرة، قالت لي ابني فارس عايز يجي يشتغل معاكي. قلت لها بلاش، هبعتلك مرتبه وخليه يشتغل في حتة تانية. قالت لي ليه بس؟ قلت لها ابنك بلطجي وبيعمل مشاكل، وأنا مش عايزة وجع دماغ في الشركة. قالت لي جربيه شهر واتنين، ما عجبكيش شغله ارجعي. وفعلا جربته. الولد بدأ غلط، فاهم نفسه رئيس عليهم عشان ابن أختي. الناس استحملت علشاني، لكن عمل مشاكل كتير لحد ما خدته وقعدته معايا في البيت علشان يبقى قدامي واضمنه. بعد وفاة جوزي كنت حاسة بفراغ كبير جدا، كنت بتعذب نفسي بحاجات غلط وتعبت جدا. كنت بتعذب نفسي بحاجات غلط. وفارس كان بيجي معايا عند الدكتورة، وفي يوم قال لي أنا عارف إنك محتاجة راجل في حياتك، المفروض تتجوزي. قلت لها خايفة يتجوزني علشان طمعان، أنا عندي اقتراح. ومن هنا بدأت الحكاية بيني وبينه. وبعد فترة جاب صاحبه عادل يشتغل معانا، ومن هنا دخل عادل حياتي. عادل كان شكله طيب وشاطر جدا، لكن مع الوقت بدأ يقرب مني، كلام حلو، ورد، رسايل، لحد ما اتعلقت بيه جدا واتجوزنا. وفارس ابن أختي فضلت أقوله يمشي من البيت، لكن عادل كان بيمنعه ويقول سيبيه. بدأت أشك إن بينهم سر، لحد ما اكتشفت الحقيقة. محادثات بينهم متفقين فيها ينهبوني وياخدوا فلوسي. واجهتهم، انهاروا عليا وابتدوا يزعقوا. وفارس مد إيده عليا لأول مرة واتهمني باتهامات بشعة، وفي النهاية خدت صدمة عمري. اديتهم كل اللي عايزينه، فلوس، شقق، بضاعة، لحد ما خدت نص ثروتي راحت. وبعدها سابوني، وفارس هددني ما اقولش لأمه حاجة. وبالفعل راح قال عليها كلام وحش وقطعوني كلهم. وفي الآخر تعبت تاني واضطريت أشيل الرحم وبقيت لوحدي. دلوقتي حاسة إن ربنا بيعاقبني على اللي عملته. مش زعلانة على الفلوس اللي راحت، قد ما أنا زعلانة إني بقيت لوحدي. عايزة الناس ترجع تحبني وتحترمني زي زمان. اللي باقي معايا بس العمال في المحل، وبيحبوني وأنا بحبهم،
قولولي أعمل إيه علشان أحس إن ربنا سامحني. وبكده تكون حكايتنا النهاردة خلصت. لو عجبتكم اعملوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس، واستنوني في قصة جديدة إن شاء الله. بحبكم جدا. باي باي.